صابر رمضاني، مهندس فلاحي، العمر 34 سنة. أنا عندي خويا موظف بشركة خاصة وتقني سيمي، في التقني سيمي ميكانيك في شركة طيران بالمغيرة. مترسم وعضو في نقابة التقنيين، عضو مكلف بالإعلام. قاموا كما النقابيين الكل قاموا باحتجاجات على الأوضاع المادية والاجتماعية بالشركة. صارت قلقوهم شوية في الشركة. من بعد مدة عملوا لهم مشاكل في الشركة وصار له عزل. قدم قضية بالشركة. الجلسة نتاعو كانت نهار الأربعاء، في الجمعة هذه، لطلب تعويض. معناها طلب تعويض وطلب الهبوط، كما نقولوا احنا الهبوط نتاعو. قبل ما يدخل المحكمة تمت إيقافه. تسألوا على سبب الإيقاف نتاعو، يا أخي حالوها على فرقة مقاومة الإرهاب البرجاني. تم بحثه وقالوا له رانا الشركة مقدمة بك قضية في تعطيل سير العمل و محاولة تشويهها عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. يعني مشى طالب اصبح مطلوب. مشى طالب اصبح مطلوب. تبحث نهارين وتم ايداعه حاليا، تم ايداعه بالسجن بالمرنبي. دونك احنا مانيش فاهمين تو شنو هي الحكايه. معناها احنا خدم معناها في العمل النقابي ولتحسين الوضعيه نتاع العمال اللي هم تو مضطهدين في تونس. والشركه هذه والشركات، مش الشركه هذه، الشركات الاجنبيه قاعده تستغل، وهذا استعمار اقتصادي، وقاعده تستغل في الموظفين. اخي احنا كان كل شركه وكل واحد مترسم يجي طالب بالهبوط نتاعو يعملوا له قضيه. وانا معناها صايره قديش من واحد، معناها مش كان خويا، معناها عباد اخرى برشا نعرفهم انه يجوا يطالب في حقه ويولي هو مطلوب. دونك يستعملوا في سياسه لا الذراع، ونحو انك تسقط قضيتك، تنسقط عليك انا قضيه، وهذه كيفاش باش تصير معناها العمليه. ومن بعد ويصيروا هما يعملوا الضغوطات نتاعهم، لانهم بفلوسهم بالبوفوار نتاعهم بسياسيات احنا الدوله الهشه نتاعنا اللي هي تجي وترضخ للدول هذه والدول الاستعمار والشركات الاجنبيه اللي ولات تو هي تتحكم وحاطه يدها على القضاء وحاطه يدها على مفاصل الدوله. احنا ما نشكوش في القضاء وما نشكوا في معناها ما نشكوش في نزاهه القضاء، لكن نطالبوا المجتمع المدني، نطالبوا الناس اللي فعلا في السلطه، الناس اللي طالبه في البلاد باش ينظروا في القضيه ويشوفوا لنا حكايه، يشوفوا لنا حل للحكايات هذه اللي هي تمشي معناها قاعده تتواصل. لان احنا عملنا ثوره باش ككرامه وكشغل وككرامه للواحد، اصبح ولا المواطن تو مهدد، اي انسان مهدد باش يكون تحت اي قضيه، معناها تتركب له اي قضيه في اي تهمه. ما هذيك مشيتوش للمنظمات الحقوقيه ولا حاجه؟ والله احنا تو نطالبوا، مشينا نكلموا كلمنا الاتحاد ونشوفوا انه يقف معنا الاتحاد، لانه هو كان عضو مكلف بالاعلام في الشركه هذه تابع الاتحاد. ان شاء الله ان شاء الله يقفوا معنا الناس الكل، وان شاء الله ربي يسهل ويكرم ان شاء الله.